عدد الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي ما كيتجاوزش 13 طبيب في المغرب كامل. الطبيب الشرعي وتشريح الجثث هو واحد الطبيب اللي مختص في علم التشريح والكشف على أسباب الوفاة. هو كيكون العمل ديالو الأساسي هو هذا، كيكون تابع كيقدّم الخبرات ديالو للقضاء. المهمة الأساسية هي هذه، ما كيكونش خدام مع وزارة الصحة ولا مع وزارة الداخلية. كيكون تابع للقضاء، كيعطي الخبرات ديالو باش يكشف لنا يعني عن أسباب الوفاة الناتجة عن جرائم أو شي وفاة يعني بشي سبب آخر. السبب علاش كيكون هاد التخصُّص قليل، لأن التعويضات اللي كتمنح لهاد الأطباء مقابل ديال الخبرات اللي كيقوموا بها، واللي جا بها القانون ديال المصاريف القضائية في الشِق ديالو. الجانب ديال الجنائي كنظن المادة 4 والّا 5 هي يعني ديك التعويضات كتكون قليلة. لهذا الأطباء ما كيزعموش على هاد التخصُّص هذا، وكيبقى مهمّش. حتى البنيات ديال الاستقبال في هاد كيديروا لهم بنيات استقبال سواء في المستشفيات. ما كتجبرش واحد المصلحة مثلًا ديال الطب الشرعي ولا هذا مستقلة ولا طبيب شرعي راه ما كايناش نهائيًا. كاينة كيديروا معاها واحد الغرفة ديال هذيك المستودع ديال الأموات، تما كيقوموا بالأعمال ديالهم يعني. وكيكونوا هاد الأطباء الشرعيين كيكونوا خاصةً في المدن الكبرى، الرباط، الدار البيضاء، هادو تما كيخدموا. باقي هاداك الشيء اللي كنشوفوه دابا في المغرب ديال الخدمة ديال الأطباء الشرعيين كيقوموا بها الأطباء ديال القطاع العام في المنتمين إلى وزارة الصحة أو الأطباء ديال المراكز ديال حفظ الصحة في التابعين للجماعات المحلية، التابعين لوزارة الداخلية نقولوا. إذا كاينة هادوك هما اللي كيداروا لهم واحد الformation، واحد التكوين، وكيقوموا بهاد العمليات ديال تشريح الجثث والكشف عن أسباب الوفاة بواحد الformation يعني ما كتكونش غير كافية. لهذا المغرب محتاج لهاد الأطباء، وكيبقى يعني واحد المجموعة ديال الجرائم ما كيتكشفش عليها الأسباب الحقيقية ديال هاد الجرائم هادي. تحياتي.